السلام عليكم ورحمة الله. أهلا وسهلا متابعين قناة تركاية. الماسنجر انعكس. طبعا أكيد المشكلة دي واجهت حضرتك، فعشان كده بدأت تبحث عليها عشان تعرف إيه اللي حصل في تليفونك، إيه المشكلة اللي حصلت عندك في تطبيق الماسنجر. الحقيقة إن دي مشكلة عامة، مش مشكلة عندك أنت بس، لأ ده عند الناس كلها. وبدأت الناس كلها تبحث عن إيه سبب اللي حصل في تطبيق الماسنجر. الحقيقة إن تطبيق المراسلة الرسمي الخاص بشركة الفيسبوك اللي هو تطبيق الماسنجر انعكس، وأصبحت كل حاجة في التطبيق غير المتعودين عليها. فلو جينا مثلا فتحنا تطبيق الماسنجر، هنشوف إن الدردشات اللي كانت من الناحية الشمال أصبحت الناحية اليمين. كمان زر اللايك اللي كان على الناحية اليمين أصبح على الشمال. يعني كل حاجة كده متعودين عليها أصبحت العكس. الحقيقة دي مش مشكلة في التطبيق ولا عيب في تليفونك، ده للأسف تحديث جديد اتعمل على تطبيق الماسنجر. وأي حد عمل تحديث للماسنجر أو تليفونه عمل تحديث تلقائي للتطبيقات الموجودة على تليفونه هيلاقي إن المشكلة دي حصلت عنده. طيب ايه حل المشكلة دي؟ حل المشكلة دي بسيط وآمن وموجود معايا ومفيش أي مشاكل فيه، بس ما تنساش تصلي على النبي في التعليقات وتدعمني بلايك للفيديو عشان أقدر أكمل واستمر بمزيد من الفيديوهات إن شاء الله. الحل بكل بساطة إننا هنرجع تطبيق الماسنجر للتحديث اللي كان قبل كده. يعني بالبلدي كده هنشغل التليفون على الفيرجن اللي قبل التحديث الأخير. طيب إزاي هعمل كده؟ زي ما أكدت الأمور سهلة وبسيطة خالص، امشي بس معايا خطوة خطوة وانت هتعمل كل حاجة بنفسك. أول خطوة هنعملها إننا هنحذف تطبيق الماسنجر من على التليفون. هنروح لتطبيق الماسنجر ونضغط عليه ضغطة طويلة. بعد كده هنعمل إلغاء تثبيت. بعض التليفونات أو بعض الإصدارات المختلفة هنحتاج إن احنا نضغط على علامة التعجب اللي فوق، بعد كده نضغط إلغاء تثبيت. وبكده طبعا انتهينا من الخطوة الأولى بحذف تطبيق الماسنجر من على التليفون. الخطوة التانية بقى إننا هننزل تطبيق الماسنجر مرة تانية، بس طبعا مش هننزله من المكان المعتاد اللي احنا بننزل منه متجر بلاي، لا، لان في الحالة دي هتنزله بالتحديث الاخير ويبقى كده ما عملناش حاجة. طيب هننزله من فين؟ او بمعنى اصح هننزل الفيرجن القديم بتاعه من فين؟ في مواقع كتير مخزنة جميع الاصدارات المختلفة من التطبيقات، او ممكن تنزلها عادي وتسطبها على تليفونك من غير اي مشكلات. طيب هنعمل كده ازاي؟ هنكتب في جوجل نسخ ماسنجر قديمة، هنضغط على الموقع ده، هتلاقي فيه كل الفيرجنات الأخيرة من تطبيق الماسنجر ومتنظمة حسب تاريخ التحديث وحسب نوع الأندرويد. هننزل تحت ونبحث على التحديث اللي هو بتاريخ 2 أكتوبر. ده يعتبر أفضل تحديث للماسنجر قبل التحديث الأخير، تحديث مفهوش أي مشاكل وهيشتغل على كل الأندرويد أو الإصدارات المختلفة من الأندرويد من غير أي مشكلات. هنضغط عليه وهنبدأ نعمل له تنزيل. هيبدأ طبعا ينزل على التليفون، هياخد وقت بتاع دقيقة أو دقيقتين على حسب سرعة النت اللي موجودة على تليفونك. هننتظر طبعا لغاية لما تنتهي عملية التحميل. بعد انتهاء من عملية التنزيل هنضغط على البرنامج ونسطبه زي أي برنامج عادي على التليفون. ولو واجهتك أي مشكلات متعلقة بالتثبيت أو معرفتش تنزل أو معرفتش تثبت البرنامج على التليفون أو ظهرت لك أي رسائل خطأ، اكتب لي في التعليقات نوع المشكلة اللي واجهتك وأنا إن شاء الله هرد عليك بالحل. هنا هننتظر الانتهاء من عملية تثبيت البرنامج.
كده عملية الانتهاء التثبيت. كده تم تثبيت البرنامج. هنضغط على فتح عادي، هيتفتح معاك البرنامج. هيطلب منك طبعا انك تنزل تدخل اليوزر نيم والباسورد. هتدخل اليوزر نيم والباسورد هيفتح معاك، مفيش اي مشاكل. ممكن كمان تفتحه من تطبيق الفيسبوك، تضغط على الماسنجر هيفتح معاك التطبيق، تدخل اليوزر نيم والباسورد. بعد كده تضغط على دخول، هتلاقي التطبيق فتح معاك بالوضع الأول اللي هو الوضع الطبيعي اللي احنا تعودنا عليه. بعد ما فتح معانا البرنامج زي ما حضراتكم شايفين كل حاجة رجعت لوضعها الطبيعي. في نقطة مهمة جدا لازم تعملها عشان المشكلة ما تحصلش مرة تانية. ايه اللي هيحصل بالظبط؟ ايه المفروض تعمله بالظبط؟ هتضغط على الثلاث شرط اللي فوق. بعد كده هتضغط على علامة الترس اللي فوق. بعد كده هتدور على حاجة اسمها تحديث البرنامج أو تحديث التطبيق. طبعا هتلاقي هنا إن التطبيق متاح إنه يعمل تحديث تلقائي. هتلغي الخاصية دي خالص، هتعمل لها إيقاف عشان التطبيق ما يعملش تحديث تلقائي وترجع نفس المشكلة دي تاني من الأول. طبعا احنا هنشتغل على الفيرجن ده مفيهوش أي مشاكل، هيشتغل معاك لغاية لما الشركة طبعا أكيد هتتدارك الخطأ ده وتبدأ تظبط من تحديثاتها. في الوقت ده هتعمل تحديث لما الشركة تحل مشكلة التحديث. وبإذن الله أول ما يتظبط موضوع التحديث الأخير ده هتلاقيني نزلت فيديو على القناة بإن الناس تعمل تحديث عادي على تليفوناتها وهيرجع الوضع الطبيعي تاني من الأول من غير أي مشاكل. وبكده وصلنا لنهاية الفيديو. لو عجبك الفيديو ياريت تعمل لايك واشتراك في القناة عشان يصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.